السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده بقى ايه، مش جايه في اكل ولا طبخ ولا حاجه. النهارده انا كان عندي لمبتين باظوا في قلب الشقه، فكان الوقت متاخر، فقلت اعمل ايه، فمش بينوروا يعني. فقلت اجرب كده واصلحهم، ولو عملت حاجه هفيدكم معايا. زي ما انتم شايفين كده، انا جبت دوايه ووصلت بيها سلكتين كده اهوت بفيشه. ديت بقى ايه، هنجربها مع بعض اهو. هنربط اللمبة دي في الدواية دي قبل ما نحط الفيشة، هنشوفها شغالة ولا لأ. هما واحدة كانت شغالة إضاءة ضعيفة، والتانية كانت منورة بسيط جدا. زي ما انتم شايفين كده، هنحط الفيشة في الكهرباء اهو. بصوا كده، هي الإضاءة ضعيفة، مش إضاءة لمبة يعني تنور أوضة يعني. جربت دي معاكم فنورت بسيط زي ما انتم شايفين. وادي اللمبة التانية برضو الإضاءة بتاعتها كانت ضعيفة، يعني تكاد تكون محروقة يعني. فأنا قلت هرميهم، لا أنا مش هرميهم اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو، الإضاءة ضعيفة جدا. فأنا جبت سلكة زي دي كده، اللي هي 5 مللي دي، عشان خاطر عليها البلاستيك اللي هو العازل ده، وتنيتها كده زي الملقاط، وحاولت أشوف أنهي الليد اللي بايظ في قلب اللمبة عشان ما تكهربش وكده اهو. زي ما انتم شايفين الليد اللي بايظ نور، واللمبة ايه، زادت اهي. حتى انتوا لو لاحظتوا الإضاءة الأولانية كانت ضعيفة اهو. كل ما المس الليد اهو ينور، الليد المحروق كده. انا بشوف ليد وايه اللي بايظ في قلب اللمبه، وهنشوف مع بعض هتتصلح ولا لا. الليد اللي بايظ بيبقى فيه نقطه سودا كده اهو، حتى كل ما احط عليه المفك بينور. يعني اي ليد من الاصفر اللي انتوا شايفينه ده فيه نقطه سودا، وهو ده اللي محروق. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنفصل طبعا الكهرباء من الفيشه، وهنجيب ملقاط نشيل بيه الغلاف الاصفر اللي على الليد ده، الليد المحروق اللي هو فيه نقطه سودا. زي ما انتوا شايفين اهو، انا شلت الغلاف الاصفر ده اللي هو المربع الاصفر ده مع الليد، نضفته اهو كويس. هما 2 ليدين محروقين، واحده فيها ليدايه واحده فيها ليدين. انا حطيت الفيشه يا حبايبي اهي، وصلتها بالكهرباء، واوريكم دلوقتي نصلح اللمبه ازاي. انا طبعا ملقتش ورق اللي هو الالومنيوم دوت الفويل ده، فجبت كنزايه اهي، اخدت منها حته صغيره خالص على قد الليدايه اللي انا شلت منها الغلاف الاصفر اهو. زي ما انتم شايفين، هجيب المقص طبعا وقصقص صغننه خالص عشان خاطر تيجي على قد الليدايه. هو ممكن ينفع بكده، ممكن ينفع بورق الالومنيوم اللي هو الفويل اهو. انا بقص دلوقتي زي ما انتم شايفين كده قطعه صغيره على قد مكان اللي انا قشرته اهو يا حبايبي. اهو دلوقتي انا بحضر اللي هو البلاستر الاسود ده بتاع الكهرباء، وده مكان الليدايه اهو. هحط عليه حته اللي انا قصقصتها من الكنزايه يعني المربعه دي اهو، على المكان بتاع الليد اللي انا قشرته. وهجيب اللي هو البلاستر الاسود ده اللي هو العازل بتاع الكهرباء،
واقصقص برضو حتتين منه صغيرين على قد اللي انا قصاه من الكنزايه، وهحطه على الليد اللي انا قشرته، وبعدين الزق عليه بحته اللزقه اللي هي السمرة دي اللي هي بتاعه الكهرباء العازل اهو. زي ما انتوا شايفين انا بحط على المكان اللي انا قشرته، وكمان لزقت عليه اللزقه اللي هي البلاستر الاسود ده على المكان بالظبط. والتانية اهي، وهوريكم انهي واحده اللي اتصلحت معايا. بس احنا مش هنرمي اي لمبه تاني، لان اللمبه بنعيد تدويرها وبتتصلح معانا، بدل ما نرميها لا نوفر، وكده كده هي هتنور برضه هتبقى زي الفل، لان هما كده كده بياخدوا اللمبه بيصلحوها من تاني وبيبيعوها. كده حطينا على المكان وهنلزق عليه اللزقه، هنثبتها كده. دي اللي انا حطيت فيها الليدين، دي اللي انا قشرت اسود منها الليدين الاتنين اللي كانوا محروقين، وبحاول اثبتهم. لازم انا اثبتهم واضغط عليهم كويس. دي بقى التانية اهو، زي ما انتوا شايفين نورت اهي. الاولانيه كان فيها عيب ان انا اشوف الليدات والمكان بتاع اللي هو اللي انتوا شايفينه في اول الفيديو، اللي هو الحديد الصغنن دوت. اول ما لمسته ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا ريت بقى تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس لو استفدتي مني. ودي قعدة المقطع تاني اهو، تاني وصلت الفيشه، فهو انا عيدته تاني في الفيديو عشان لو حدش شاف يعني انا قطعت ايه ولا معاكم تاني. والسلام عليكم ورحمه